ازيكم في حلقة جديدة من ايه اللي هيحصل. النهاردة هنتكلم عن ايه اللي هيحصل لو الارض فعلا زي ما في ناس متوقعة هي فلات وليها ايدج. خلونا نتخيل، بس اهم حاجة قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان تعرفوا كل جديد، وبرضو تعملوا لنا سبورت عشان نقدم كونتنت افضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. تخيلوا معايا يا أعزائي المشاهدين لو العالم كان فعلا ليه إيدج. يا سلام لو عامل كده، في حاجة خيالية. كسوف الشمس على الأرض المسطحة، أشجار بتكبر بشكل مايل، السور العظيم اللي مبني من التلج اللي ناسا بتحرسه. طبعا مؤيدين الأرض المسطحة عندهم خيال واسع جدا بجد. بس إيه رأيك لو الناس ديت فعلا صح وإحنا عايشين على أرض مسطحة؟ من آلاف السنين الناس كانوا فاكرين إن الأرض دي كانت فعلا مسطحة وكل حاجة بتدور حواليها. كان في واحد اسمه نيكولاس كوبرنيكوس جه بنظريته الجديدة. والنظرية بقى بتقول إيه؟ النظرية بتقول إن الأرض مش مسطحة، وبالتأكيد مش مركز أي حاجة. ملاحظات كوبرنيكوس ملخصاته خلته يعتقد إن كوكبنا بيدور حوالين الشمس. بس هنا احنا دلوقتي بعد 500 سنة ولسه في ناس حوالين العالم معتقدين ان الارض مسطحة. عارفين ليه الكوكب معمول بشكل كروي؟ هي كلمة واحدة: الجاذبية. ايوه يا مشاهد العزيز، زي ما سمعت، الجاذبية. الجاذبية هي اللي بتشد الكرة الأرضية أو حواف الكرة الأرضية مع بعض بالتساوي مع كل جنب، والنتيجة كده الحواف بتتشكل على شكل كورة. طبعا ده مش هيكون الحل مع الأرض المسطحة. منهضي الأرض الكروية بيعتقدوا إن مفيش حاجة اسمها جاذبية، احنا بس بنحس إنها موجودة لأن في قوة غامضة بتسارع الأرض المسطحة لفوق. مش محتاجة أقولك إنك ما ينفعش تزود السرعة للأبد. في مرحلة معينة هيكون ماشي بسرعة كبيرة. حد حاسس إنه بقى زي الفطيرة؟ لأ طبعا. لو أنت عايز شوية علم بجد، هيكون في جاذبية على الأرض المسطحة وهتكون غريبة جدا. مركز الجاذبية على الأرض المسطحة هتكون هنا في النص. كل حاجة على الأرض وحواليها هتتسحب ناحية النقطة دي، وكل ما تروح بعيد عن المركز كل ما السحب ده بيزيد. وفي مرحلة معينة هتبدأ تحس إنك بتتسحب لتحت، فلازم تبدأ تتسلق، وده هيكون السبب في إنك مش قادر تمشي لحد طرف الأرض المسطحة. الجاذبية هتكون قوية جدا هناك لدرجة إنك مش قادر توصل. ممكن ما تشوفش السور الجليدي الجامد فشخ اللي طوله 45 متر اللي اسمه أنتاركتيكا اللي بيحرس حافة الأرض، ومش هتعرف أبدا إيه اللي موجود على الناحية التانية مهما عملت. بس على الأقل مش هتعرف تقع منه. هيكون فيه تأثيرات تانية للجاذبية الغريبة دي. الأجسام اللي قربت من حافة الأرض هتقع ناحية الجنب بدل ما تقع لتحت. الجاذبية هتخلي الأشجار تكبر بشكل مايل في معظم الأراضي المسطحة لأنها بتحاول ضد سحب الجاذبية. كل المطر والتلج والبرد هيقع ناحية القطب الشمالي في مركز الأرض. هيبدأ التراكم يزيد ويتجمع، والمحيطات كمان هتتسحب ناحية مركز القرص، وتكون برضو محيط كبير في النص. تخيل محيط كبير في النص. والمشكلة الكبيرة اللي هتواجهها الكرة الأرضية هو ضغط الهواء على الأرض المسطحة. الجاذبية هتسحب كتير من الهواء ناحية مركز الأرض، وده هيخلي المنطقة اللي حوالين الحافة ما فيهاش ضغط هواء خالص، وده هيكون وحش لأن اللي عايش في أستراليا على الأرض المسطحة مش هيكون عنده أكسجين كافي يخليهم يتنفسوا. ولو كنت عايش أقرب للمركز اللي هو القطب الشمالي هتدشمل تحت الوزن الغلاف الجوي، بس مش لفترة طويلة. الأرض المسطحة مش هيكون عندها مجال مغناطيسي جيولوجي حواليها المجال لفترة طويلة. المجال ده بيتولد من حركات نواة الأرض. الأرض المسطحة مش هيكون عندها واحد، ومش هيكون فيه حاجة تمسك الغلاف الجوي في مكانه، وفي النهاية هيبدأ ينتشر في الفضاء. هنكون معرضين للإشعة الشمسية اللي طبعا كلنا عارفين بتجيب بالسرطان وبتدمر الدي ان ايه بتاعنا، وبرضه طبعا مش هيبقى فيه هوا نقدر نتنفسه في أي حتة على الكوكب. فبتمنى إنك تلاقي نظام دعم للحياة قريب. يلا بقى دلوقتي يلا نجاوب على الأسئلة اللي كلنا مستنيينها. إيه اللي هيدور حوالين الأرض المسطحة؟
كل مؤيدي الارض المسطحه عارفين ان الشمس بتدور في دوائر حوالين الارض المسطحه، وكمان القمر الاتنين قطرهم حوالي 50 كيلومتر، وبيشتغلوا يا سلام بقى ايه كشافات ضخم. بس خلينا نضيف شويه علم للمعادله. لو الشمس شغاله كشافات، ها يا ناس يا كشافات، هتشوفوها من كل حته على الارض حتى لو مش بتضيء على مباشره، هيبقى شكلها زي مشاهد اختطاف الفضائيين. بتسأل جابوا الفكره دي منين؟ في النظام ده مش هيكون فيه دورة ليلية ولا نهارية. هيكون ده غريب جدا صح؟ ازاي هقدر اخد قسط كافي من النوم؟ طيب عارف ازاي اصلح ده؟ اكيد مش عارف. كده احسن، علشان الارض المسطحة هيكون فيها تناوب بين الليل والنهار. الشمس لازم تدور حوالين الارض او حوالين الكوكب بالشكل ده. لما الشمس تكون طالعة الكوكب كله هيشوف ضوء النهار، ولما الشمس تغيب الارض كلها هتدخل في الليل. مش هيبقى في منطقة زمنية ولا فواصل كمان، بس لسه تقدر تلخبط جدولك لما تسهر تتفرج على فيديوهات. ايه اللي هيحصل؟ بص بقى خليني اقولك حاجة تانية. هيكون عندك حظ لو الشمس اصغر بكتير من حجمها الطبيعي نوعا ما. فكر في ده، لو الشمس حافظت بشكلها الضخم وهي بتدور حوالين الارض الايه اللي هي المسطحة، يعني هتحرق الكوكب كله. ايوه زي ما سمعت، هتحرق الكوكب كله، وده بسبب مدى قربها مننا. في ناحية تانية لو كانت الشمس اصغر بكتير من حجمها الفعلي هتموت من البرد. ايوه هتموت من البرد، لان الارض المسطحة هيكون ليها مساحة سطح اكبر بمقدارها مرتين ونص تقريبا من الارض الكرويه. هناخد بس تلت طاقه الشمس بالحجم الطبيعي، وده مش كافي عشان الحياه تستمر على الارض الايه المسطحه. طب تعالى اقول لك حاجه تانية يا صديقي العزيز. الخسوف القمري بيحصل لما الارض تكون بين الشمس والقمر. لو ده كان الحال في الارض المسطحه هيكون شكل الخسوف كده، وحتى ده هيحتاج لتنسيق خاص جدا. لو نظريه المؤامره بتاعه الارض المسطحه طلعت صح، وان الكوكب بتاعنا كان فوتوشوب، والاجهزه اللي بتشتغل بالجي بي اس كلها كانت ايه فيك عشان تجيب فلوس بشكل معين عشان يجيبوا مكاسب منه، يعني ده هيفتح نقاش ونظريات مؤامرة تانية. للأسف كتير من الناس بما فيهم مؤيدين الأرض المسطحة عايشين في حالة من التنفار المعرفي. ده لما أفكارهم واعتقاداتهم مش متوافقة قوي وما بتمثلش الواقع طبعا. يعني احنا دايما بنتعرض للأدلة مزيفة تدعم أي نظرية حتى لو النظرية دي مش منطقية. قبل لو كوبرنيكوس قضى 10 ساعات على اليوتيوب هيتفرج على نظريات المؤامرة بتاعت الأرض المسطحة، ممكن حتى يعترف إنه كان غلطان. بس يا مشاهدي العزيز، وبكده خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة. بعد إذنك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للتشانل بتاعتنا عشان نقدم لكم محتوى جديد كل جمعة، أو على حسب المود بقى، يعني مش كل جمعة، على حسب المود أنت ونصيبك. يلا سلام، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.